خطير جدا بالفيديو. الشعب الليبي يفجر فضيحة من العيار الثقيل. فيديو صادم للمغاربة والعرب بأكملهم. فرق الإنقاذ الجزائرية اللي مشات تعاون ليبيا حصلوهم كيسرقوا الذهب والفلوس. غادي نخليكم تسمعوا الفيديو الصادم ديال فرق الإنقاذ الجزائرية بليبيا. فبلاد كيحكموها العصابات كيفاش بغيتي يكون الجيش والعسكر ديالها والوقاية المدنية. 4 ديال الشلعبية وعصابة ديال السراقة والشفارة. هذا الفيديو غيتعرض للسينيال بزاف من طرف ذباب إلكتروني جزائري، فكنتمنى منكم تضغطوا فيه على زير لايك بكثرة وتبارطاجيو الفضيحة ديال الجزائر في ليبيا. أنا كنت أمس من قلب الحدث أنا وأخي، لأن أخي يشتغل ممرض طبعا مع الهلال الأحمر، وكنا من الناس اللي تساعد في انتشال الجثث في مدينة درنا. أخ أسعد، الفرقة الجزائرية أقسم بالله يعني كخبرة ليس هناك خبرة، فقط تظل في المناطق البرية مع اللجنة الليبية التابعة للهلال الأحمر وتعطي فيهم الأماكن اللي يخرجوا الجثث فقط. بينما في البحر لم يغطس أي مواطن أي واحد من الفرقة الجزائرية إلا في الصباح. في الليل يرفضوا. فقط الفرقة التونسية والإسبانية والفرقة التركية هي اللي تنزل في البحر الساعة 1 أو الساعة 2 ويخرجوا في الجثث. طبعا نشكر الفرقة المصرية لأنها قدمت أداء تفوق تصوراتنا، أن أداء وكان جدا مميز يعني من الفرقة المصرية والفرقة التونسية. أقسم بالله يا أخ أسعد، الإمكانيات اللي وصلت لليبيا من الجزائر بأي إمكانيات يعني تتحشم أنك ترسلها يا أخي. أقسم بالله 10 كلاب و40 شخص. المساعدات اللي نزلت في طرابلس فقط فيها مواد يعني طبية، ولا يوجد فيها أكل، ولا يوجد فيها عدس، ولا يوجد فيها لوبيا، ولا يوجد فيها شيء يفيد الشعب الليبي. والله العظيم أتمنى من كل الشعب الليبي أن يحمل طائرات اليوشن بالعدس واللوبيا وكل الإمكانيات يرسل الشعب الجزائري كهدية. وأقسم بالله يا أخ أسعد أن في ليبيا نحن حزينين أن طبون مع احترامي آسف لم يطلع ويعزي الحكومة الليبية ولم يعزي الشعب الليبي في خطاب واضح مثل ما عمل الرئيس قيس سعيد التونسي. طلع وعز الشعب الليبي وأعلن الحداد، وجمهورية مصر أعلنت الحداد. يعني لا، فقدنا أكثر من 20,000 شخص في هذه الكارثة يا أخ أسعد. والجزائر ظل موقفها واضح وصريح أنها مغلقة الحدود مع ليبيا، وأنها مغلقة الحدود البرية والجوية والبحرية في وجه الشعب الليبي. يعني نحن لا نحتاج مساعدة من دولة أغلقت حدودها وقت أزمات الحروب، ولا نريدها أن تساعدنا في أزمة الإعصار فقط لأخذ السيلفيات في ليبيا، وأنها طلبت الشهرة على أرض ليبيا. بينما الفرقة الفرنسية وصلت من ثاني يوم صباحا يا أخ أسعد، والفرقة التركية بينما عندما وصلت فرنسا إلى ليبيا الجزائر أخذهم الغضب، وحتى في صرافيس نشرت أن يعني ليبيا تثير الغضب الجزائري بسبب إدخالها الفرقة الفرنسية على الأراضي الليبية، وفتحوا مستشفى ميداني وأرسلوا بارجة فرنسية تحمل طاقم كامل من المستشفيات وطاقم من فرق الإنقاذ ومعدات كبيرة. يعني فأنا خاب ظني جدا من المساعدات الجزائرية، وخاب ظني جدا من النظام الجزائري. فالمساعدات اللي أرسلتوها ليبيا كان أولى بها أهل تمن رصد في الجنوب الذي حقرتوهم وطبوني وعدهم من 2019 سوف نبني لكم قطار، وسوف نعطيكم قطار، وسوف نجعل القطار هذا أقوى قطار في أفريقيا. القبائل يعني كانوا أولى بهذه المساعدات. وهو على فكرة أخ أسعد أعطيك معلومة، المساعدات اللي أرسلتها الجزائر إلى ليبيا هذه كانت راح تتجه للمغرب. لما المغرب رفض المساعدة أعطوا هذا الاتجاه إلى ليبيا. الوزارة الخارجية الجزائرية عزت الشعب الليبي ثالث يوم بعد الكارثة، وعندما سألنا الجزائريين قالوا نحن لم نكن نعلم أن هذه الكارثة حصلت في ليبيا. يعني هذه توجهاتهم فقط ككذب. يعني معقولة أنت راح ترسل المغرب 8 طائرات، ولما المغرب رفض ترسل طائرتين إلى ليبيا؟ ما الأسباب التي تجعلك تحقد على دول الجوار وتعاملهم بهذه الطريقة، وأن ترسل لهم طائرتين محملتان ب10 كلاب و40 شخصا من فرق الإنقاذ يا أخ أسعد؟ ابقى لو سمحت، خليني اناقشك شويه باعتبارك الليبي مر علينا بكلام منطقي، كلام جميل. انا قرات اليوم في مواقع يعني يهولون الأخبار على أن الفرقة المدنية الجزائرية هذه فعلت في ليبيا ما لم يفعله الأوائل. يعني كل الدول التي شاركت في الإغاثة في كفة والإغاثة الجزائرية في كفة، لدرجة أن بعضهم يطالب
بعضهم يطالبكم نحو أن أنتم الليبيون أن يتم تكريم فرقة الإغاثة الجزائرية التي دخلت عندكم على الجهود الجبارة والمخلصة وإلى آخره. أنت الآن علق لي على هذا وعلق لي على المغاربة. هل أنت الآن أدركت لماذا المغاربة رفضوا أن تدخل معونات جزائرية؟ أخ أسعد، أنا كان عندي حسابي الذي فيه 10,000 متابع، بكري شوية داروا لي عليه حظر نهائيا بسبب الجزائريين على تعليقاتهم وإبلاغاتهم على حسابي. فقط عندي الآن 8100. أتمنى تشتركوا مع الأخ الليبي هذا وقووا حسابه وخلوا ينطلق، ومرحبا بك عندي دائما. تعال هنا متحدث الله يطول في عمرك يا اخ اسعد وبارك الله فيك. انا شوف انا لما كنتش مطلع كثيرا اخ اسعد على المواضيع اللي تصير بين المغرب والجزائر، لكن انا ساقول كلمه قالها الحسن الثاني: ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. قسما بالله هذه مقوله طلعت من كل قلبي، لان معقوله رجل كبير عمره 60 سنه يطلع للجزائريين يقول لهم يا جزائريين نحن افتخروا ساعدنا ليبيا. بماذا ساعدتم ليبيا؟ ب40 شخصا و10 كلاب حشاكم. نحن مفروض نطالب بالحكومة الليبية والجيش الليبي أن يكرم الجزائريين الفرقة هذه بوسام الكلاب. أقسم بالله عندهم حاسة الشم طبعا، يعني مع احترامي لكم أكثر من الكلب نفسه يا أخ أسعد. يعني ما الفرق بين الفرقة الجزائرية اللي وصلت والفرقة التونسية رغم قلة الإمكانيات؟ معقولة ترسلوا طاقم رجالي فقط يتكون من 40 شخص، والنساء الليبيات التي يعانوا من الجروح والإصابات من سيعالجهم؟ يعني هل سيعالجهم رجل جزائري؟ نحن نرفض في ليبيا بسبب العادات والحفاظ والتقاليد اللي في ليبيا. خاصة نشكر دولة تونس لأنها أرسلت طاقم نسائي خاص، وهي الفرقة الوحيدة هي والفرقة الإسبانية والفرنسية واليونانية اللي يرسل الطاقم النسائي مع الفرق نتاعهم. طبعا والله العظيم لو تدخل اول يوم ارسلت فيه المساعدات الجزائري اخ اسعد، طلعت ترند المساعدات اللي وصلت ليبيا مكتوبه فزعه الجزائر الى دوله ليبيا. أين الفزعة؟ أقسم بالله فقط هم طائرتان نزلوا في مطار معتيقة في مدينة طرابلس. لازم تكرموهم أنتم كليبيين، تكرموا الجزائريين هذا الفريق، تكرموهم على الجهود. كيف نكرموه؟ هو يرفض أنه ينزل البحر الساعة 2 في الليل يا أخ أسعد، أقسم بالله العظيم. لا أنا يا شاهين أنا شفت تقرير مسمونهم العوامين والغطاسين والضفادع البشرية الجزائرية التي أنقذت وانتشرت السجين. يعني أنت لماذا تنكر جمائل الحكومة؟ حيث ضبطوهم يعني في عملية طبعا لكي لا أكون منافق أن لا صح من الأخبار أن وجدوهم في محل ذهب. صح هم كانوا موجودين في محلات الذهب الموجودة في درنا جنب جامع الصحابة، ولكن نزلت معهم الفرقة الليبية كلجنة مراقبة فقط. يعني صحيح لكي لا نكون كاذبين أمام الله يا أخ سعد، هذا يعني لكي لا أكون مرافق. ولكن الفرقة الجزائرية فقط أخرجت الجثث، لم تنقذ أشخاص ولم تخرج جثث من البحر. تخيل رفضوا أنهم ينزلوا بالقوارب يدخلوا البحر. هم اللي نزلوا كلهم الفرق المصرية والتركية والتونسية، ولقينا عمل جبار، وهذا بشهادة الليبيين. وعندنا شخص اسمه المظفر الليبي كشخصية عالمية في ليبيا مشهورة، أعطى الأفضلية للفرقة التونسية أكثر من الفرقة الجزائرية. هل يعقل يا ناس؟ الشركة المغربية التي تشتغل في السدود في ليبيا أتت وأفرغت سد وادي برسس وسد وادي جازة الذي كان يهدد مدينة بنغازي بالمحي، ولم يتكلم شخص مغربي على هذا الشيء. يعني بينما نحن الليبيين من إرادة أنفسنا شكرنا الفريق المغربي على هذا العمل الجيد الذي يشتغل مع ليبيا ويشتغل مع لجنة الأعمال. الفريق المغربي ماذا كانت مهمته؟ إفراغ السدود ولا ما هي؟
كانت مهمته في ليبيا قبل 3 أشهر أنه يبني السدود وأن يطور من البنية التحتية في ليبيا، لكن عندما احتجنا يعني فريق مختص بالسدود لم نجد إلا الفريق المغربي، بارك الله فيه ونشكره كل الشكر، لأنه أنقذ حياة مدينة يوجد فيها أكثر من 1.5 مليون مواطن يسكنها يا أخ أسعد. أقسم بالله يعني نعطي كل التحية لأن الشعب المغربي شعب طيب، تمنينا أن كنتم جيراننا على الحدود. أقسم بالله يا أخ أسعد الجزائر لم تساعد ليبيا في أي شيء، وأي أتحدى الجزائري يذكر لي شهيد واحد مات على الأراضي الليبية. ماذا قدمت الجزائر إلى ليبيا إلا أنهم أدخلوا المحاشي لهم، وأنهم يريدوا يهربوه للمغرب لكي يجعلوا ليبيا في مشكلة مع المغرب ومع الملكة الحسن الثاني. هم من هربوا المحاشي لأنه كانت الجزائر تشتغل مع المحاشي لكي يعملوا انقلاب على القذافي، بينما لما المخابرات الليبية كشفت هذا الملعوب هربته للمغرب لكي يقولون الليبيين والقذافي ان المغرب هي من تتامر على ليبيا، ونعترف ان المغرب لم تتامر على ليبيا نهائيا، وانها كانت مشاكل شخصيه بين القذافي والحسن الثاني رحمهم الله، وهذا موجود حتى في وثائق وجده اخ اسعد. يعني حسب المعلومات وانا قرأت هذه الصحيفه ان الملك حسن الثاني والقذافي لم يكن بينهم مشاكل كبيره، والبوليزاريو هذا ليس له اي دعم نهائيا في ليبيا، انهم يتامى القذافي وجعلهم ينامون في صحراء تندوف بدون اي اكل او بدون اي قمح او بدون اي ماء. نحن نستهزأ على الصحراء الغربيه. كيف انت مغربي منقلب على حكمك وتنام في الصحراء تندوف في الخيم وتدعم الجزائر؟ هذا هو حكم العسكري، يأمرهم ويفرض عليهم أن ينامون في الصحراء وأن يشوه سمعة المغاربة أن هذا الانقلابيون المغربون المغرب طردتهم من أراضيهم، بينما هم من سحبتهم الجزائر من أراضي المغرب وجعلتهم ينامون في الصحراء تندوف. يعني أنا جميل انه انت طلعت، والله العظيم ما اجملكم يا الليبيين، والله يا اخواني شوفوا الذين تشاهدون اليوم، شفتوا الليبيين كل ما مر ليبي يتألق بمنطق عجيب. والله يا اخي اكتشفنا في الليبيين هذول فصاحة لسان وقوة طرح عجيبة. والله شكرا لمواقع التواصل الاجتماعي الذي اوصلت للناس ما انا فاعرف الليبيين، انا عاشرتهم كثير هنا في بريطانيا بشكل كبير. يا اخي شاهين يطلع لك الان جزائري، انا اعتبرني انا نعم. اعتبرني انا الان تبوني، اعوذ بالله ان اكون كذلك، بس اعتبرني تبوني. انت ليبي ناكر، لو انت تبوني ما راح نطلع معك يا اخ اسعد. انت ليبي ناكر للجميل يا اخي، انتم تنكرون الجميل، انتم تنكرون تضحيات فرقه الانقاذ الجزائريه، انتم نعم. المفروض تشكرونا وتكرمونا يا اخي. صحيح، يعني انا راح نمثل هذا الدور يعني. اي مثل شوف والله يا اخ اسعد، يعني اقسم بالله مثل ما قلت لك ان الفرقه الجزائريه لماذا انزلت طائراتها خصيصا في العاصمه طرابلس؟ فقط لخلق فتنه بين الليبيين داخلين، لان هناك من يتبع حفتر وهناك من يتبع الحكومه في ليبيا، ولكن الحمد لله الشعب الليبي اتحد يا اخ اسعد. ولو رايت الفيديوهات ان من كل المناطق الغربيه والجنوبيه الشعب الليبي اتحد وقال كلمته لا شرقيه لا غربيه، ليبيا وحده وطنيه. اقسم بالله عيوني كانت تضرب في الدموع عندما رايت هذا الشيء من الشعب الليبي. خسعد انه ملعوب الجزائر في ليبيا، الجزائر التي كانت تدعم تركيا لنزع الليبيين وطردهم من بلادهم، وكانت تريد ان يعلنوا الجنوب الليبي كدوله خاصه بسيف الاسلام القذافي. اقسم بالله العظيم انه نظام خائن، نظام عميل. يا ناس يدخلون لليبيا يا اخ اسعد كمخابرات. قوه الردع الليبيه الموجوده في العاصمه طرابلس قبضت على اكثر من 15 شخص جزائري من المخابرات الجزائريه. بماذا؟ وعلى فكرة قبضوا على 2 يحملون الجنسية الفرنسية. أقسم بالله يا خسعد وراح نعطيك الوثائق بإذن الله. يعني هذا الشيء معروف وهذا الشيء واضح أنهم يريدون الفتنة بين الشعبين وبين الشعوب، وكشعب نفسه يخلقون بينه فتنة. آخر 3 دقائق أمنحك إياها
أن تؤكد لي أو تشرح لي تفهمني موضوع الذهب. أنت ذكرت ذهب ومحل ذهب ومن هذا القبيل، إيش حكاية الذهب والفرقة؟ قصة الذهب هي أنا طلعت صح إشاعة قالوا أن الفرقة الجزائرية سرقت الذهب. طبعا هم لم يسرقوا، ولو كان في سرقة نتمنى أن يقوم بهم حكم القصاص في مدينة درنا أمام أعين الجميع. ولكن الفرقة الجزائرية الوحيدة اللي علينا لها تركيز إن ما خلوهاش بروحها في ليبيا، لأن الفرقة هذه لم نتعود أنها تدخل لليبيا يعني مثل باقي الفرق، وهي رغم أن يعني الفرقة هذه ليس لديه أي شيء سوى 10 كلاب حاشا السامعين وحاشاك أخ سعد يعني، و40 شخص يتكونون، أخرجوا حوالي 60 جثة في ليبيا وأشعروا بالفخر كجزائريين. يا أخي رجل طلع للجزائر يقول لهم افتخروا ساعدتوا ليبيا. بماذا ساعدتم ليبيا؟ أعطني التقنيات، أعطني العقل، أعطني التكنولوجيا. يا أخ أسعد، الفرقة التونسية والتركية آتية بأجهزة حرارية تستشعر الشخص لو كان تحت المنزل تحت الركام، تستشعر لو أنه عايش. الفرقة الأردنية يا ناس، الأردن يعني من الدول اللي هي ممكن ما عندهاش إمكانيات أنها توفر هذه المعدات، لا هي موفرة هذه المعدات، بينما القوة الضاربة ليس لديها معدات استشعار لكي تخرج أحياء من تحت الأرض، مهمتها فقط انتشال جثث. يعني هذا لا أكثر ولا أقل يا أخ أسعد. لا، احنا المفروض نكرمهم بإشارة وسام العدس، يعني إشارة وسام مرسوم عليه عدس، ونكرمهم بعدس وياخذوه للشعب الجزائري كتكريم من الشعب الليبي. هذه هي شوالات عدس يعني، والله العظيم بإذن الله الشعب الليبي لن يقصر وسوف يعطيهم العدس مقابل هذا الخدمة اللي أعطوها لنا احنا في ليبيا كانتشال جثث فقط لا أكثر ولا غير. طيب أشكرك يا شاهين، وهذا من هم عندهم الانترنت ثقيلة، الأخبار تصلهم بعد أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله. لهذا الأخبار دائما تصلهم بعد أسبوع، بعد 5 أيام، بعد 3 أيام. هذه 100 جيجا ثقيلة. لهذا السبب يعني أنا فهمت لي يا أخي، الأخبار عندهم متأخرة جدا. قلت أنا كم مرة يعني اتركهم ساكن ربعت فيه في العصر، وكما يقولوا بالشي فقط كما يقولوا المصريين. لأن لو كانت الحدود مفتوحة لساعدناهم بالمأكولات يعني الشائطة، هذه المعاونات اللي شرفونا. لو كانت الحدود مفتوحة لا ساعدناهم، لا أعطيناهم، ولكن بالشي فقط كما يقول الإخوة المصريين. الله غالب، ماذا سنفعل لهم؟ وبالنسبة للكلام ديالك في القضية ديال تاع الكلام، أنا أتفق معك 100%. والله محمد السادس أولا رفع لنا رؤوسنا هنا في أوروبا، الكل يتكلم عليه، حتى الفرنسيين، يعني الفرنسيين الأحرار، ليس فرنسي ماكرون، الأحزاب الحرة والأحزاب المعارضة كلهم يتكلمون على الملك محمد السادس بأنه احتوى الأزمة في وقت يعني قياسي. الآن يعني واحد افتخار كبير أنك ترى يعني عسكريات جنديات أصبحوا يعني يعملون الأطفال، يقومون ليس بالمدرسة فقط، حتى الأطفال نحن 3 سنين 4 سنين يقومون معهم بنشاطات ترفيهية. وهذا يثبت لأن الأطفال، رأيت صور لأطفال يضحكون، مساكين يتامى فقدوا أولاد آبائهم ولكن كانوا يضحكون، وهذا يعني بشرى خير. أنك عندما ترى طفل يضحك هذا يعني بشرى خير. الحمد لله أن والملك محمد السادس يعني أظهر بأنه ملك يعني يحب بلده، يحب شعبه. أنا أحبه كثيرا، والآن زاد حبي له أكبر وأكبر وأكبر. ونقول للجيران راه فرق كبير بين الملكية والجمهورية. الملك نحن نحبه يعني معنا حتى نموت، إما هو يموت أو أنا أموت. يعني هذاك صلة الرحم، صلة قرابة قوية جدا، ليس مثل الرئيس 4 سنوات أو يذهب أو 8 سنوات. لذلك فلا يمكنهم أن يفهموا حب المغاربة للملكية، هذا لا. لذلك أخويا أسعد أقول لك أنا متفق معك في الكلام الذي قلته 100%، أن المغرب حطم الرقم القياسي في احتواء الأزمة.
ومن أراد أن يصدق فليصدق، ومن أراد أن يصدق فالحائط أمامه. فليضرب رأسه مع الحائط. شكرا أخي أسعد، بارك الله فيك. أنت حليت لنا يعني معضلة الفهم البطيء عند الإخوة في الجزائر، تأتيهم الأخبار بطيئة جدا بعد أسبوع. طلع الخلل في النت عندهم النت الله قال. حتى لو رجعتم إلى زلزال بومرداس الذي لم يكن في العالم القروي وكان في العالم الحضري، كان في المدينة، يعني تحللت الجثث وانتشرت الروائح، فهم عندهم تجربة مع تحلل الجثث وعجزهم عن استخراجها من تحت الأنقاض. ما عليكم إلا أن ترجعوا إلى اليوتيوب وتكتبوا زلزال الجزائر بومرداس وتروا الناس كلهم يعني ماسكين لأنوفهم ويعني يفرقون ماء الزهر على بعضهم البعض، وتعذر عليهم الوصول إلى الجثث، فشتان بين ذاك وهذا. هم يظنون حتى المغرب سيقع في نفس المشكلة، ولكن أظافر الجنود المغاربة وأسواعد الجنود المغاربة تشرفات. طيب هذا ما أقول. أحسنت. قاعد عجز دعوني أذهب أنا خلوا أسعد الشرعي هو اللي يجيري الكاس تاعه اللايف تاعه. اقسم بالله العظيم يا اخ اسعد، انا امس كنت مع الفرقه الجزائريه، هم فقط يتكونون من 40 شخصا واكرمكم الله 10 كلاب، بينما الفرقه التونسيه رغم الازمات اتت لليبيا بطاقم نسائي وطاقم طبي رجالي وطيارات درون واجهزه حراريه تستكشف وتستشعر لو هناك ناس احياء تحت المنازل. يا اخ اسعد، يعني بماذا تفتخرون ايها الجزائريون انكم مننتم على الشعب الليبي، الشعب الليبي الذي كان يمد دائما يده للخير للشعب الجزائري. الحكومة الجزائرية أرسلت طائرتين يوشن، نزلت في مدينة طرابلس اللي هي العاصمة الليبية أخ أسعد، لم تنزل في المنطقة الشرقية فقط لفتنة بين طبون وبين المشير حفتر، يعني يريدون أن يخلقون فتنة بين الشعبين وفتنة بين الشعب الليبي وننزلوهم في طرابلس. أقسم لك بالله يا أخ أسعد، الفرقة الجزائرية أمس رفضت أنها تنزل البحر بسبب قلة الإمكانات خوفا على أن يغرق أحدا منهم في البحر، وبينما الفرقة الليبية نزلت الساعة 1:30 ليلا وأنقذت أكثر وأخرجت أكثر من 20 جثة البارحة في مدينة درنا الجميلة. أعزي ليبيا بلدي الغالية، ليبيا المجد والتاريخ، وأعزي المملكة الشقيقة مغرب الأنوار ومغرب الكرماء،